بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواتي بقى الوقت طلب مني 4 حمص الشام. تعالوا معلمكم تعملوه ازاي في البيت. اول حاجه جبنا الحمص وسلقناه ونقعناه وظبطناه. بعد كده هنجيب 2 كنكه من اللي انتوا شايفينها، وهننزل في كل كنكه يعني بكوبايتين من الحمص. يعني حطينا في الكنكه الاولانيه كوبايتين حمص كده يكونوا كبار شويه، والكنكه التانيه كوبايتين من الحمص المسلوق الجميل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنقوم نازلين بمعلقتين صلصه في كل كنكه، ومعلقتين من الملح، معلقه صغيره خالص من الملح في كل كنكه، يعني 4 معالق ملح بس تكون صغيره جدا. وهننزل بمعلقه فلفل في الكنكه دي، وبمعلقه فلفل بالكنكه دي، ومنكترش البهارات قوي. وهنقوم نازلين بمعلقه كمون هنا ومعلقه كمون هنا، يعني على كل كوبايه نص معلقه كمون من المعلقه الصغيره ونص معلقه فلفل. بعد كده هنقوم حاطين ميه سخنه في كل كنكه، وتمام قوي كده. وطبعا بقى نغليه كده ونسيبه يسخن كده مع نفسه. وبعمل لكم طريقه الحمص الجميله البورسعيديه الحلوه قوي، يعني ما حطيناش توم، ما حطيناش بصل، ما وجعناش معدتنا، ما حسيناش ان احنا بنعمل طبيخ وحاجات تقيله على المعده. يعني الاطفال والكبار يحبوا ياكلوه قوي 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 عشان خفيف. بعد كده هنقوم بعد ما يسخن هنقوم نازلين في كل كوبايه من الحمص زي ما انتم شايفين، يعني نص كوبايه كده حمص او 3/4 كوبايه حمص. وهنقوم نازلين بقى بالصوص الحمص اللي انتوا شايفينه دوت. بعد ما سخن واتظبط هنقوم نازلين بقى بصوص الحمص، وما ننساش الليمون بس خلاص.